إسرائيل تكشف عن سقوط قتلى وعشرات الجرحى بصواريخ صدام حسين. كشف أرشيف الجيش الإسرائيلي لأول مرة عن سقوط قتلى وعشرات الجرحى في القصف الصاروخي العراقي خلال حرب الخليج الثانية التي أعقبت غزو الكويت عام 1991، ونشر معلومات ومقاطع فيديو لآثار خلفها القصف. ويأتي السماح بالنشر عن جزء من الأرشيف الذي تضمن مقاطع فيديو لآثار الدمار الذي خلفه القصف في منطقة تل أبيب بمناسبة مرور 30 عاما على تلك الحرب. وشمل الفيديو أيضا مقاطع لحياة الإسرائيليين في غرف الإغلاق المحكمة وسماع صافرات الإنذار في أنحاء البلاد، والشفرة أفعى التي تسمع عبر التلفزيون والراديو الإسرائيلي التي تطالب المواطنين بالبقاء في الغرف محكمة الإغلاق. وتوثق مقاطع الفيديو حالة الهلع والخوف وتصرفات السكان عند سماع صافرات الإنذار وشفرة الأفعى. وأيضا توثق مشاهد وإفادات حية لبعض السكان ممن سقطت بالقرب من مكان سكنهم الصواريخ في وصف لأصوات الانفجارات والنيران التي تسببت فيها وآثار الدمار. وأمام هذه المشاهد تعالت التساؤلات لدى السكان: لماذا لا ترد إسرائيل على صواريخ الرئيس العراقي الراحل صدام حسين؟ ويكشف أرشيف الجيش الإسرائيلي في وزارة الدفاع عن صور ومقاطع فيديو ووثائق سرية من تلك الفترة التي تم خلالها إطلاق عشرات الصواريخ من نوع سكود من العراق على إسرائيل، فيما بدا أن الكثير من الوثائق والفيديوهات والمعلومات ما زالت طي الكتمان في الأرشيف العسكري. حالة الخوف والقلق لم تقتصر على السكان، بل شملت أيضا القيادة العسكرية التي عاشت حالة من الإرباك، خاصة في الأيام الأولى للحرب وسقوط الصواريخ، حسب ما كشفت عنه مذكرات غرفة العمليات للقيادة المركزية حول مستوى التوتر واليقظة في الأيام الأولى للهجمات على إسرائيل. واستعرض الموقع الإلكتروني لصحيفة يدعوت أحرنوت أبرز تفاصيل الحرب بالجبهة الداخلية الإسرائيلية التي كانت تحت القصف العراقي من ليلة 18 يناير كانون الثاني إلى 25 شباط فبراير 1991، حيث انطلق إنذار مقلق في جميع أنحاء إسرائيل بعد رصد إطلاق صاروخ من العراق. وسرعان ما تحول هذا الإنذار المفاجئ إلى جزء من سيرة وحياة المواطنين بإسرائيل الذين كانوا على موعد يومي وعلى مدار الساعة مع صافرات الإنذار التي دوت، إذ تكرر المشهد الإنذاري. وكان القلق الأكبر سواء لدى قيادة الجيش أو القيادة السياسية في تل أبيب هو أن نظام صدام حسين سيطلق صواريخ تحمل رؤوسا كيميائية، وما عزز المخاوف لدى المواطنين وفقا واستعراضاتهم. ها رك والله ما تسوى شيء، رك